بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أتحدث عن نهاية ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد. بعد أن أتم لريتشارد توقيع معاهدة الصلح مع صلاح الدين عام 1192 ميلاديا، والتي نصت على احتفاظ الصليبيين بالمدن الساحلية بين سور ويافا بما فيها عكا وحيفا وقيصرية، كما نصت على حرية المسيحيين في الحج إلى بيت المقدس، وكذلك تخريب عسقلان التي تقع على الطريق إلى مصر، أقلع ريتشارد من فلسطين عائدا إلى بلاده. وفي الطريق توقف في قبرص واستولى عليها بجيوشه، وعين غاي دي لوس جنان ملكا عليها. والحقيقة أن أوروبا كلها كانت في ذلك الوقت مستنفرة ضد ريتشارد لأسباب مختلفة، فهو لم يرجع بمفاتيح أورشليم كما وعد، مما أفقدهم مساندة الشعوب المسيحية في أوروبا، وتركوه لقمة سائغة لمؤامرات الأعداء وخيانة الأقرباء. ففيليب أغسطس كان مصرا على الثأر من ريتشارد لما سببه الأخير له من إهانات الواحدة تلو الأخرى أثناء وجودهم في فلسطين، كما كان يطمع في الاستيلاء على أملاك ريتشارد في نورماندي. وأعوان كونراد دي مونفرات اتهموا ريتشارد بتدبير اغتيال أميرهم في سور، فنصبوا له الفخاخ في كل أرجاء أوروبا للإيقاع به. وكذلك الإمبراطور الروماني المهان من جراء طرد ملك قبرص التابع له وتولية أحد أتباع ريتشارد مكانه. أما أخو ريتشارد جون في إنجلترا، فكان يراهن على عدم قدرة ريتشارد على بلوغ شواطئ إنجلترا مع كل هذه المؤامرات المحاكاة ضده في أوروبا، وكان على حق. رست سفن ريتشارد عند مدينة ساحلية في اليونان، وتخفى ريتشارد في زي أحد فرسان الهيكل لخداع جواسيس فيليب والإمبراطور الروماني المنتشرين في كل مكان. وبالفعل استطاع ريتشارد عبور جبال الألب متخفيا، ولكن على مشارف مدينة فيينا سقط في قبضة رجال الدوق النمساوي ليبولد، الذي كان يكن حقدا عميقا لريتشارد، لأن الأخير أهانه بعد الاستيلاء على عكا من المسلمين، وألقى جنود ريتشارد براية دوق النمسا من فوق أسوار عكا. تلقى دوق النمسا ليوبولد جائزة من الإمبراطور الألماني، وهي عبارة عن 60,000 ليرة من الفضة مقابل تسليم ريتشارد، الذي اقتيد إلى سجنه في قلعة على نهر الدانوب. وأعلن أن فدية إطلاق سراح ملك الإنجليز مقدارها 100,000 مارك فضي، وهي فدية باهظة في ذلك الوقت، كانت تساوي نصف خزينة مملكة إنجلترا. وبالطبع لم يكن أخوه جون متلهفا لدفع الفدية، فمكث ريتشارد في سجنه 2 حتى جمعت الفدية من كل مقاطعات إنجلترا ونورماندي، وسددت للإمبراطور الألماني الذي أطلق سراح ريتشارد في 4 فبراير 1194 ميلاديا، وعاد إلى إنجلترا وقضى على تمرد أخيه جون وعفى عنه. أما نهاية ريتشارد فقد جاءت بعد ذلك ب5 أعوام، أي عام 1199 ميلاديا، فقد تمردت إحدى المقاطعات الصغيرة وتحصن باروناتها في قلعة صغيرة ولكنها حصينة، إلى أن ريتشارد أصر على الخروج بنفسه لسحق هذا التمرد والتنكيل بالمتمردين، ورفض طلبهم بالاستسلام مقابل العفو عنهم. وأمام القلعة بدأ ريتشارد يعد لهجوم كاسح على القلعة، وأخذ يجول حول القلعة مجيئا وذهابا غير عابئ برماة السهام على أسوار القلعة. فقام واحد منهم بإطلاق سهمه على ريتشارد فأصاب ذراعه، ولكن ريتشارد لم يعبأ بجرحه، وقاد هجومه الكاسح على القلعة، فلم يلبث جرحه أن تفاقم، ولم يفلح استخراج السهم في تخفيف الاحتقان، فقد تورم الذراع وأصابته الغرغرينة التي تفشت في جسده كله، وأدت إلى وفاته في النهاية في 6 أبريل 1199 ميلاديا. وتبين بعد ذلك أن رامي السهم لم يكن إلا فتى صغير ادعى أن ريتشارد قتل أباه وأخويه، وأنه أراد أن يسأر لهمومه، وبذلك قيل عن موت ريتشارد بهذه الطريقة أنه الأسد الذي قتلته نملة. هكذا جاءت نهاية ريتشارد، ليست في حروبه المقدسة التي تميزت معاركها بالشراسة والملحمية، ولا في معاركه ضد غريمه فيليب أغسطس، ولا حتى في رحلاته البحرية الخطرة،
وإنما من سهم أطلقه شاب صغير في معركة هينة أمام المتمردين كان أصغر قوات ريتشارد قادرا على سحق تمردهم. وصدق قول صلاح الدين عن ريتشارد إنه غير صبور، وهذا حتى لا نقول أنه أحمق بتعريض نفسه دائما للأخطار. إنه يظهر عدم اهتمام كامل بحياته، وأن من جانبي مهما يكن ملكي واسعا وثرواتي هائلا، سأظل مصرا على الحكمة والاعتدال في التصرف بدلا من الكبرياء والعجلة. وهذه المعلومة مأخوذة من موقع تاريخ مصر من أجل استعادة الأمة. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.